وقفنا الحلقة اللي فاتت لما شهاب فتح الباب ولقى مراد ماسك مسدس وموجهه في وشه. ساعتها شهاب اتصدم وقال: ايه الهزار الزفت بتاعك ده؟ انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ مراد زقه ودخل وقال: جاي اقعد معاكم شوية، عندك مانع؟ شهاب مسكه من دراعه وقال له: اطلع بره، شكلك تقلت في الشرب ومش في وعيك. مراد زق شهاب ودخل وقف قدام مي وقال: هو ده اللي انتي بتحبيه صح؟ مي بصت لشهاب وقالت له: الشهاب في ايه؟ ماله ده وجاي ليه؟ ضحك مراد وقال: جاي ياخد حقي فيكي. شهاب رد عليا، ايه اللي المجنون ده بيقوله؟ شهاب مسك مراد وشده ناحية الباب وبيقول له: مراد امشي دلوقت، انت مش عارف انت بتعمل ايه ولا بتقول ايه، امشي من وشي احسن لك. مراد رفع المسدس قدام شهاب اللي بلع ريقه بصعوبة لما شاف نظرة الشر في عين مراد. مراد انت اتجننت؟ انت هتعمل ايه؟ شاف مراد الخوف اللي في عينيهم وابتسم بشماتة وقال: انتم خايفين ولا ايه؟ جيتم تدخلوا دنيا خرجتوا منها؟ مراد بص، بلاش تعمل حاجة تندم عليها. أنا ما ندمتش في حياتي قد ما ندمت إني حبيتك. عشت عمري كله بحبك من أول ما كنت معيد في الجامعة وإنتي تلمستي، وسبت شغلي في الجامعة عشان أشتغل معاكي في نفس الشركة على أمل إنك تحبيني وتحسي بيا في يوم من الأيام، إلا إنك ما بصتيش غير تحت رجليكي، ما شفتيش غير الواطي اللي شبهك واللي لايق عليكي، شهاب اللي كان ناوي يغدر بيكي ويخلع بعد ما ياخد اللي هو عاوزه. مي اتصدمت من الكلام اللي سمعته وبصت لشهاب وقالت وهي بتعيط: شهاب قولي الكلام اللي مراد بيقوله غلط، قوله لأ، قوله إنك بتحبني. ما حبكيش ولا عمره حبك، أنا اللي حبيتك من كل قلبي، وانتي ولا كنتي هنا، ما كنتيش شايفة حد غيره. شهاب انت قولي ان الكلام ده غلط، قولي انه بيكذب، انا بعت الدنيا عشانك، انا خسرت اهلي وبيتي وكل حاجة عشانك، انت يا شهاب قول انه كذب. مراد وجه المسدس ناحية صدر شهاب وقال له: انت قول لها انك خلتني ازرع الكاميرات في الشقة علشان تصورها وهي معاك وبعد شوية تساومها. كداب، لا يا مي ما تصدقهوش. مراد شد أجزاء المسدس وحط إيده على الزناد وقال: لو ما قلتش الحقيقة الرصاصة هترشق في صدرك. خلاص هتكلم. أيوة يا مي، أنا كنت ناوي أصورك وابتزك وارميكي في الشارع بعد الليلة دي. يا حقير يا واطي. مراد ابتسم وقال: لا ما تتعبيش نفسك يا مي، دلوقتي تيجي اللي تاخدلك حقك منه. ساعتها الباب اتفتح ودخلت مرات شهاب ومعاها 2 رجالة مسكوا شهاب ضربوه وأخدوه ومشيوا. أما هي التفتت لمراد وقالت له: مراد أنا أسفة، أنا والله عمري ما كنت أقصد أهينك ولا أقلل منك، ما انكرش إني كنت بعاملك بجفاء، بس ده عشان ما كنتش عاوزة أعلقك بحاجة أو بوهم مش موجود. انت عملت فيا معروف عمري ما هنساه العمر كله. ما انكرش إن كان نفسي أفش غلي منك، بس انتي مالكيش ذنب، انتي ما حبتنيش يا مي، وشهاب كان شيطان وكان كل غرضه إنه يوقعك في الفخ. الحمد لله إنك جيت في الوقت المناسب، أنا عمري ما هنسى المعروف اللي عملته فيا، بس ممكن تبعد المسدس ده عشان أمشي؟ مراد بصلها وبص للمسدس ووجهه لوشها وقال: لو مش هتحبيني وتتجاوزيني أنا يبقى مش هتكوني لغيري. عند بدر وطارق أخوه كانوا في العربية
انت شايف بنفسك يا بدر. طلعت خبطت على شقته، وبعد ما جبت عنوانه من الشركة اللي شغال فيها ما لقيتهوش، وما لقيتش حد أصلا في الشقة. باقي ساعتين على الفرح والمعازيم يجوا، هنعمل ايه في الفضايح والناس؟ ما تقلقش يا بدر، هنوصل لهم، ما تقلقش. اتصل تاني بالزفت اللي اسمه مراد وشوف تليفونه اتفتح ولا لسه. حط طارق تليفونه على ودنه وقال: لا، لسه مقفول. طب يلا بينا على بيته. وصل بدر وطارق لبيت مراد، بس برضه ما لقيوهوش، لكن اتفاجئوا بتليفون من شريف خلاهم يشغلوا العربية ويمشوا بسرعة عند مراد ومي. أول ما مراد رفع المسدس في وش مي، هي ساعتها اترعبت وغمضت عينيها واتشهدت، بس اتفاجئت لما لقت المية مغرقة وشها وسمعت صوت مراد بيضحك: هتموتني بمسدس مية؟ كفاية عليا اني شفتك وانتي هتموتي من الرعب. شمتان؟ مراد رفع ايده وقال: خالصين، ويلا بقى عشان عاوز ارجع الشقة لاصحابها. هي الشقة كمان ما كانتش بتاعة شهاب؟ لا طبعا، دي شقة مفروشة. مي أخدت شنطتها ووقفت قبل ما تمشي وقالت لمراد: شكرا يا مراد، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تقدر حبك ليها. مشيت مي ومعاها مراد. قرر إنه يبعد عنها نهائي ويفوق من أوهام الحب اللي كان عايش فيها. حبك كان غلطة ما كانتش في الحسبان، وهو جه اليوم اللي أندم عليها عند شريف اللي اتصل ببدر وطارق وقال لهم إنهم لازم يرجعوا علشان يشوفوا حل ويلغوا الفرح. وقبل ما يوصلوا للبيت كانت مي وصلت قبلهم. انتي كنتي فين؟ احنا قلبنا الدنيا عليكي. بعدين يا ماما بعدين، أرجوكي سيبيني دلوقتي، يا دوب نلحق الفرح. بنتي انطقي، انتي كنتي فين كل ده؟ قطعها شريف لما دخل ولقاها وقال: حسابنا معاكي بعدين، احنا لازم نمشي دلوقتي. كلهم نزلوا علشان يروحوا الفندق، وفي نفس الوقت بدر كان وصل ومعاه طارق. أول ما شافوها نازلة مع أحلام، بدر كان متغاظ منها وكان نازل من العربية، بس شريف منعه لما قال: مش وقته يا بدر، دلوقتي خلينا نشوف الناس اللي مستنيانا والفرح يعدي وبعدين نحاسب كل واحد على غلطه. وانت بعد ده كله عاوزني اتجوز واحدة زي دي؟ انا ايش ضمني كانت فين وبتعمل ايه؟ عيب يا بدر، دي مهما كانت بنت عمك. اعمل حساب لعظم التربة، يخلص بس الفرح والدنيا تهدى ونقعد نشوف هنعمل ايه. الكل ركب عربيته وراحوا الفندق، والعروسة جهزت ونزلت، بس بدر طول الوقت كان متجاهلها تماما. الفرح تقريبا ما كملش ساعة وخلص. بعد كتب الكتاب بدر ومي ركبوا عربيتهم، واللي كان بيسوق طارق، وبعديهم أحلام وبناتها وشريف. ها يا بدر، تحب نطلع فين؟ بص بدر المي بغيظ وقال: اطلع بينا على فيلا الساحل. الساحل في البرد ده؟ مالكش دعوة، سوق وانت ساكت. مي كانت طول الوقت بتفكر هتطلع من اللي هي فيه ده ازاي. مش هتقدر تقول الحقيقة لأنهم بالتأكيد هيقتلوها، لازم تفكر في كدبة تنجيها من اللي هيحصل لها. نظرات بدر ليها بتأكد إنه مش ناويلها على خير أبدا. افتكرت إنها أول ما وصلت الفندق دخلت الحمام وطلعت ورق الجواز العرفي وقطعته ورمته. ساعتها لقت تليفونها بيرن وردت وعرفت إن في واحدة من صحباتها عملت حادثة وماتت. بعد وقت مش طويل الكل اتجمع في فيلا الساحل. مي دخلت وهي مرعوبة وكانت ناوية تصلح غلطها مهما يحصل، حتى لو كانوا هيموتوها. أول حاجة عملها بدر إنه قرب منها ومسكها من دراعها وقربها ليه وضربها على وشها بالقلم. وساعتها شريف دخل وقال: اهدى يا بدر، خلينا نفهم الأول هي كانت فين ومع مين. انطقي يا بت، كنتي فين؟ واحدة صاحبتي عملت حادثة ورحت عشان أشوفها.
كدابة. ما بكدبش. انتم ممكن تتصلوا بدعاء وتسألوها. دعاء كانت معانا بتدور عليكي. بلعت ريقها بصعوبة وقالت معرفش، يمكن دعاء عرفت متأخر. أصلا معظم صحابي ما حضروش الفرح بسبب الحادثة. وخرجتي ليه من غير ما تقوليلنا؟ أنا اتصدمت لما جالي التليفون وجريت بسرعة على المستشفى. أنا مش مصدق أي حاجة من العبط ده. أنا لو كنت ناوي أهرب زي ما انتم مفكرين أكيد ما كنتش رجعت هنا تاني. الكل بص لبعض وكان محتار. ساعتها تليفون طارق رن. بص للتليفون وقال ده مراد. مي وشها اصفر، بس بدر قطعه وقال رد بسرعة واسألوا عن مي وشهاب وعلاقتهم ببعض. مي حطت ايدها على قلبها وغمضت عينيها بعد ما طارق فتح مكبر الصوت علشان الكل يسمع. أيوة حضرتك، أنا لقيت الرقم ده متصل بيا أكتر من 20 مرة. ممكن أعرف أنت مين؟ مش مهم تعرف أنا مين. أنا عاوز أسألك سؤال محدد. أنت صاحب شهاب ومي مش كده؟ مراد سكت شوية وقال قصدك زمايلي في الشركة؟ مظبوط. ممكن أعرف بقى إيه علاقتهم ببعض؟ أولا أنت مالكش تسألني عن حاجة زي كده، وأنا ماليش إن أتدخل، بس أنا هجيب لك المفيد. شهاب واحد متجوز وبيحب بيته ومراته، ومي أعتقد إن فرحها كان النهاردة. مي ساعتها أخدت نفسها بعد ما كانت حاسة إنها خلاص هيغمى عليها. بدر شد التليفون وقال ومي دورها إيه؟ كانت بتحبه؟ مراد سكت شوية وقال أعتقد إن مي فرحها النهاردة وهتتجوز، فملهوش لازمة الكلام ده. بدر قال له بغضب رد عليا من الآخر، إيه علاقة مي بشهاب؟ من الآخر مي ملهاش علاقة بشهاب غير الشغل وبس. مي ساعتها بصت لهم كلهم بحزن وطلعت تجري على أوضتها. أما بدر فقفل التليفون. شريف قرب منه وقال أظن إنك سمعت بنفسك ومفيش أي وهم من اللي في دماغك. بدر كان محتار، مش عارف يصدق فعلا إنها بريئة ولا يكذب الكل ويحاسبها على غلطها. شريف كمل كلامه وقال ابدأ يا ابني صفحة جديدة معاها ومعاك، ولو هي غلطت فعلا فربنا موجود هو يسامحها ويهديها. خليك انت الإيد اللي تطبطب، ما تبقاش ليها الجلاد. اقعد معاها واتكلم بالعقل وشوف هتقدروا توصلوا لنقطة تجمعكم ببعض وتتفهموا ولا لأ. لو ما قدرتوش يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قدامك 2 شهر من دلوقت، فكر واحسموا الموضوع. لو ما قدرتش تعيش معاها ولسه مش واثق فيها خلاص حلها منك وطلقها وكل واحد يروح لحاله. بعد 2 شهر خلاص يا ابني مفيش تراجع؟ لا يا بابا أنا قررت. قطعتهم مي وقالت أنا بقى مش عاوزة أتطلق. نعم يا أختي، إحنا متفقين على كل حاجة. عاوز تطلقني وترميني في الشارع أنا وعيالك؟ نعم عيالي. قطعوا شريف وقال استنى بس يا بدر خلينا نفهم. أيوة يا عمي، عاوز يطلقني ويشرد العيال. أنا حامل يا عمي. رد بدر بغيظ وقال حامل إزاي؟ انتي عبيطة؟ شريف ضحك. انتي حامل فعلا يا بنتي؟ انت هتصدق العبط ده يا بابا؟ أنا ما جتش جنبها. اسكت انت يا بدر. قوليلي يا مي، انتي مش عاوزة تتطلقي؟ مي بصت لبدر اللي كان بيبصلها بغيظ وبعدين قالت لا يا عمي مش عاوزة اتطلق. طيب وانتي حامل فعلا؟ على حسب، يعني حامل ولا لا؟ يعني لو هتطلق يبقى حامل وناوية شردكم في محاكم الأسرة، إنما لو مفيش طلاق يبقى الصلح خير. والله انتي مجنونة. مي قربت من بدر وقالت أنا هبقى مجنونة فعلا لو سبتك تروح من إيدي. أنا غلطت وندمت على كل لحظة عشتها بعيد عن ربنا. 2 شهر اللي عشتهم معاك عرفوني إن ما كنتش عايشة،
انت خلتني التزم بالصلاة، خلتني احب اصحى بالليل علشان اسمع صوتك وانت بتقرأ القرآن. بدر، والله انا مش وحشة، ارجوك اديني فرصة، واكيد انا هثبتلك انك مغلطتش لما اخترتني زوجة ليك. بدر بصلها وبعدين بص للكل اللي اتأثر بكلام مي. رأيك ايه يا بدر يا ابني؟ هتكمل معاها ولا نبعت نجيب المأذون؟ والله يا بابا أنا بقول بلاش نشرد العيال وخلينا نربيهم سوا. الكل ضحك وبص المي اللي قربت من بدر ونزلت على ركبتها وقالت: شكرا يا بدر، شكرا إنك هتديني فرصة، وأنا أوعدك إني أحافظ على البيت ده مهما حصل. وبكده خلصت قصتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في قصة جديدة. سلام.